أحياناً كلمة واحدة أو خطاب واحد لمسؤول كبير ممكن يرسم مسار دولة كاملة، وهذا هو بالضبط اللي صار مؤخراً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. في خطاب واحد حدد ملامح استراتيجية دبلوماسية جديدة وجريئة جداً. فخلونا نحلل مع بعض شو بتعني هذه الرؤية لمستقبل المغرب. إذن كيف شكلها هذه الخارطة الاستراتيجية؟ الموضوع متقسم ل4 محاور رئيسية رح نمشي فيها خطوة بخطوة. أول شيء الأساس اللي ما في عليه أي نقاش. ثاني شيء الحل العملي المطروحة على الطاولة. ثالثاً الأداة الذكية اللي بيستخدمها المغرب. وأخيراً الرسالة الواضحة والقوية اللي بيوجهها للعالم. طيب، خلونا نبدأ من حجر الزاوية، من النقطة اللي ما فيها أي مساومة واللي بتشكل أساس كل تحرك دبلوماسي مغربي. كل شيء بيبدأ وبينتهي من هذه الجملة: الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الوطن. هذه مش مجرد شعار، هذه هي عقيدة السياسة الخارجية المغربية. هي النقطة اللي ما بتقبل أي تفاوض أو أخذ وعطاء. وللتأكيد على هذه النقطة، أي حوار مستقبلي أو أي نقاش لازم ينطلق من شرط واضح ومحدد: الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. يعني هذا هو الخط الأحمر اللي ممنوع أي حدا يتجاوزه. تمام، بعد ما تم وضع هذا الأساس الواضح، شو هو الحل اللي بيطرحه المغرب على الطاولة؟ هون بننتقل من المبدأ العام للتطبيق العملي. لاحظوا الكلمات المستخدمة هنا. المغرب ما بيقدم مبادرة الحكم الذاتي كواحد من الخيارات الممكنة، لا، بيقدمها بصفتها الأفق الوحيد لحل النزاع. استخدام كلمة الوحيد بيعني إنه من وجهة نظر المغرب ما في أي حل ثاني ممكن، هذا هو الحل النهائي والشامل. وهذه الصفات ال4 بتشرح كل شيء. سياسي يعني بعيد عن الحلول العسكرية، عملي وواقعي يعني هذه مش مجرد أفكار نظرية، لا، هذه خطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. والأهم من كل هاد كلمة دائم، اللي بتعني إنه الهدف هو إغلاق هالملف مرة واحدة وللأبد. وهون منوصل للحركة الذكية والمبتكرة في الاستراتيجية المغربية. الدبلوماسية هنا ما بتقتصر على الاجتماعات والمفاوضات. المغرب بيستخدم أداة قوية جداً وغير متوقعة: التنمية. الفكرة هون ببساطة عبقرية. بدل ما نضل نحكي عن الحقوق التاريخية والقانونية، المغرب بيقول للعالم: تعالوا شوفوا شو عم نبني على الأرض. التنمية والمشاريع والحكم الرشيد بتصير هي الحجة الدبلوماسية الأقوى، حجة ملموسة صعب جداً إنك تجادل فيها. دبلوماسية التنمية هذه بتشتغل باتجاهين بنفس الوقت. للداخل، الرسالة للمواطنين هي: أنتم جزء أساسي من بناء الوطن ومستقبله. وللخارج، الرسالة للشركاء الدوليين هي: نحن ما بنتكلم بس، نحن نبني واقعاً جديد مستقر ومزدهر. طيب، شو الدليل على نجاح هذه الاستراتيجية؟ شوفوا نسبة المشاركة العالية في الانتخابات. لما الناس بتشارك بهذه الكثافة، هذه مش مجرد أرقام، هذا تصويت بالثقة في المشروع التنموي كل ككل، ورسالة قوية جداً للعالم إنه السكان المحليين نفسهم هم جزء لا يتجزأ من هذه العملية. إذن صار عند السيادة كأساس، والحل السياسي والدبلوماسية التنموية كأداء. شو اللي بيربط كل هالعناصر مع بعض؟ المبدأ الأخير والجوهر. هون بنشوف فلسفة العمل المغربية الجديدة بكل وضوح. في انتقال من مرحلة التصريحات الإعلامية لمرحلة وضع خطط عمل واضحة، وصولاً لبناء تحالفات حقيقية وفعالة على أرض الواقع. بكلمات تانية، المغرب بيقول: خلص وقت الكلام، صار وقت الشغل. يعني خلاصة كل هذه الاستراتيجية ممكن نلخصها بجملة واحدة: الأفعال أبلغ من الأقوال. المعيار الحقيقي للنجاح مش هو الخطابات القوية، بل الإنجازات اللي بنقدر نشوفها ونلمسها على أرض الواقع. وهاد بيوصلنا لسؤال أخير ومهم. اللي شفناه في الحالة المغربية يمكن ما يكون مجرد سياسة خاصة بدولة معينة، بل ممكن يكون لمحة عن مستقبل الدبلوماسية في العالم كله. فهل ممكن تكون التنمية وبناء الواقع هي السلاح الدبلوماسي الأقوى في القرن ال21؟ هاد سؤال بيستحق نفكر فيه كلنا.